والسلامة حبيبتي. هصلح معلومة بس يا منى، وأنا الحقيقة مش ملكة جمال، ولكن كنت ملكة القطن المصري. وملكة القطن المصري يعني ما هوش جمال قد ما هي حضور وثقافة. يمكن أنا كانت جمالي شخصيتي يعني، عشان بس ما الناس تقولش هي ما كانتش مبهرة أبدا. بتعلمين كلها اللي معروفين الفنانة رضوى إبراهيم والمها ملكاني والملكة جمال المصري. هو بصي أنا اشتغلت مانيكان، وكنت في وقت من الأوقات لمدة 24 سنة كنت عارضة مصر الأولى والعالم العربي، وكنت يمكن أول فتاة مصرية تقتحم الميدان ده. ويمكن الظروف كانت مساعداني، لأن كانت فترة تنظيم لكل المهن الأجنبية في مصر. يعني كان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان بيطالب إن كل المهن في مصر يمتهنوها، يعني يشتغلوا فيها المصريين. فمن بعض الأزياء كانت قاصرة على الأجنبيات، وكنت أنا يمكن أول واحدة يختارها مصمم أزياء مصري يوناني اللي هو شوبير كلوباس، ويختارني على إني فتاة مصرية صميمة تصلح أن تكون عارضة أزياء مصرية. ولأن كان الهدف إن المشاهدة المصرية لما تشوف الفستان على عارضة أزياء مصرية تحس إنها هي كمان ممكن تلبسه. ده كان الاختيار اللي اختاروني على أساسه. فنانة رضوى، حضرتك شايف الوضع الحالي بالنسبة للسينما بتقدم شيء جديد، في حين إن المسلسلات بقت تقدم أعمال قديمة؟ المسلسلات بتقدم أعمال قديمة يعني إيه؟ يعني بتعاد صياغة الأفلام القديمة في المسلسلات حاليا. انت قصدك مثلا على الزوجة الثانية وعلى حاجات كده؟ لا والله ممكن قوي اذا كان النهارده في افلام كتير عالمية برضه اعيد اخراجها تاني. ولكن عايز اقول ان احنا يمكن مش في فترة ازدهار قوي. حضرتك شايف ان مفيش افكار جديدة دلوقتي نقدر نقدمها؟ شوفي هقول لك حاجة، دايما بعد الثورات بيحصل كده حالة نضوج، ويحصل ان يبقى في مواهب جديده تكتشف في الفتره دي، سواء من الكتاب او الشعراء او كتاب السيناريو او ولكن اللي حصل لسه ولان الثوره لم تكتمل لغايه دلوقتي، فما فيش حد ظهر ابدا يقول انا بعمل شيء. يمكن بعد ثوره 52 احنا عشنا فتره ازدهار رائعه، يعني بقى كتابات الاستاذ نجيب محفوظ ويوسف السباعي وأنيس منصور وإحسان عبد القدوس. عشنا فترة مليئة بالكتاب الرائعين. برحيل الكتاب دول احنا في مرحلة انتقالية، في ناس بدأوا ولم يعني عايزة أقول يعني في طبعا في بذور جيدة جدا جدا جدا، وفي ناس نبقوا، في ناس لسه على الطريق، ولكن مبشرين جدا بانهم هيجوا على مستوى رائع ان شاء الله. فنانة رضوى، حضرتك شايف ان المنتجين حاليا بيتحكموا في الدراما؟ المنتجين بيتحكموا في الدراما يمكن لان السينما، شوفي السينما او الدراما بشكل عام هي صناعة، والصناعة يعني تجارة، والتجارة يعني مكسب، والمكسب يعني في نجم انا بتعاقد معاه وبلبي طلباته، لان هذا النجم انا بايع باسمه هو من حقه ان هو النهارده يغطي نفسه المصاريف اللي هو صرفها، ان هو يسترد جزء منها على الاقل يغطي، مش ضروري ان هو يكسب ولكن على الاقل يغطي. ديكتاتورية المنتجين، ما فيش حاجه اسمها ديكتاتورية المنتجين يا جماعه، لا 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 لا، في عرض وطلب، في عرض وطلب كل شيء في الحياه، ما هوش ابدا مفيش ديكتاتوريه. يعني ايه؟ يعني النهارده اما بيقولوا في دور يصلح لا يصلح الا الالهام شديد. اتكلم كل يجيبها، لان اولا واخد نجمه كبيره، ثانيا ضامن انه ينجح فيها. في دور تاني لازم فيه رجاء الجداوي، عايز رجاء الجداوي، رجاء الجداوي طلبت اجر كبير، اتدلعت، في بدائل. مين في مستوى رجاء الجداوي؟ في فلانة أو فلانة، في عد تنازلي أو عد تصاعدي، لكن في بدائل. لكن في عندك نجوم
لا بديل له، فما فيش ديكتاتورية إطلاقا. الفنانة رجاء الجداوي قدمت دور مجاملة لزميل أو زميلة؟ ما عملتش دور مجاملة، ولكن تنازلت عن أجري بحاجات كتيرة عشان زميلة أو عشان زميل، أو حسيت إن الزمن، حسيت إن إحنا بعد الثورة مثلا كان لازم نشتغل، كان لازم نشتغل مش عشان نحن، كان لازم نشتغل علشان الورق كامل العمال. أنا رجاء الجداوي مع الثورة ولا ضدها؟ أنا مع الثورة اللي بدأت وكانت مبشرة جدا. شايفة إن حققت مطالب دلوقتي أي حاجة؟ لغاية دلوقتي مش فيش حاجة. شايفة إن في أي فيلم أو مسلسل اتقدم لحد دلوقتي خد حق شهادات؟ يعني أنا بتعرض عليا فيلم إن أنا أبقى أم الشهيد خالد سعيد، وبقراه ويمكن إن شاء الله أعمله. مكتوب حلو قوي قوي قوي، وأنا ممكن أروح أزور والدة السيد وأعرف خالد كان إيه مع إخواته مع والدته، كان إيه كشخص عشان أعرف أبقى أم. عن ابن أخوه. ابن أخويا؟ يعني هو كان من ضحايا مسرحية بورسعيد. إن ده حفيد أخويا. حفيد أخويا ده ابن حنان بنت أخويا، من مشجعين الأهلي بالألتراس. شايفة إن الألتراس جاب له حقه ولا المحكمة؟ مش حاجة جاب حق حد، مش حد جاب حق حد. لازم نعرف مين الجنان الأول عشان نقول خدنا الحق. الجنان الأول أقول دول اللي قتلوا ابني، أقوم أعرف إن ساعتها جابوا لي حق ابني. عارف حقك يعني إيه؟ يدفعوا لك مبلغ تعويض عن ابن، مش شيء في الدنيا يعوض ضنا أبدا، ولكن إنك تعرفي إن اللي جنى عليه أخذ عقاب. هو ده اللي حقك يدفعي. بما إن الفنانة رجاء الجداوي قريبة جدا من الفنان حسن حسني، تأثرك كان إيه لما عرفتي بخبر وفاته؟ حسن حسني صديق وزميل ومتواصلين مع بعضنا، وكان زوجي على الشاشة لمدة طويلة. كنت أعرف بنته الله يرحمها، وكنت في العسل مع حسن، وشفت حسن يعني كما لم أراه من قبل. يعني شوف حسن حسني مش الممثل، الإنسان كان متدمر تماما. وللأسف بعد حوالي شهر وفت كمان أخرى. وبعدين الأسبوع اللي فات على النت كتبوا إن حسن حسني وفت. إيه رأيك في الإشاعات اللي بيطلعوها على الفنانين زي كده؟ أنا كنت من وفيات شهر 12. كتبوا على الناس وكتبوا على تويتر وكتبوا على كل حاجة إن أنا دخلت الحمد لله. وأنا مش معترضة إن إحنا هنموت. إحنا هنموت. مفيش إنسان بيتولد ولكن هيموت في وقت. هيموت لما يجي معانا. لكن إنك أنت النهارده تتنبئي بأخبار كاذبة وتقول أصلها كانت في العناية المركزة وما إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ يمكن أنا موتوني شهر 3 موتوني شهر 12. قلت لهم يا جماعة أنا خايفة، بس هم موت بحق وبحقيقي محدش يصدق يجي عندي. فدي مشكلة إنك أنت يعني إنك أنت تاخدي من التكنولوجي المساوئ، خدي منها الشيء الجيد لكن ما تاخدوش منها. يعني الإشاعة لما بتطلع اللي بيقول الإشاعة ده لازم يعرف إن في بيت، في أهل، وفي ناس بتتخط فعلا، وفي ناس بتتأثر نفسيا جدا. والنقابة بتاعتنا اتصلت ببنتي عشان تعمل إجراءات الدفع. فأنا الموضوع كبر قوي وصدقوا. مش مسألة كبر أو عيب، عيب يا جماعة والله عيب. عيب إن إحنا نطلب إشاعات الأستاذ حسن كلمته أول امبارح، طبعا لم أجرؤ على إني أقول له إيه الخبر. قلت له إزيك أخبارك؟ قال لي أنا عارف يا رجاء، أنت عرفت إن أنا مت؟ قلت له لا والله يا حبيبي، يعني ربنا يبعد عنك الشر ويخليك يا حسن. لكن لقيته متأثر. ده كل ما بتكبري في السن على فكرة
بتبقي خايفة وانت صغيرة ما بيهمكيش، لكن لما بتكبري في السن بتبقي خايفة فأشعة زي دي بتأثر قوي. يعني من الاشاعات اللي طلعت عن فنانة رجاء الجداوي كانت كوميدية ولا يمكن تنساها. لا ما فيش. انا على فكره انا انتي اشاعات. الاشاعه الوحيده اللي زعلتني قوي من الناس يعني لا انا ما الحمد لله انا يمكن من الفنانات اللي ما فيش اشاعات بتزعلني، لان انا بما اني اتقبلت بالاساس. انت مش هتقدمي غير دور واحد بس، ايه الدور اللي ممكن تقدميه؟ لا ما اقبلش، لا ما اقبلش. ما فيش فنان يفضل في طوب واحد. لا دور تحسي ان انت هتقدمي بيه قضيه كبيره او حاسه ان انت الدور معمول لك وهو الدور ده يتقبليه؟ لا انا شايفه ان هو رجاء الجداوي تعدد مش ازواج، تعدد شخصيات كتيره قوي ممكن تأديها. اصلا يمكن في المرحله السنيه اللي انا فيها دلوقتي بالذات، يمكن وانا صغيره كانوا رابطيني بالبنت الارستقراطيه يا بابي ازيك باي باي ورايحه الكلاب ورايحه لا يمكن دلوقتي حصل لي نضج قوي جدا الحمد لله، وبقدر اقدم ادوار كتير قوي متنوعه، ولو قيدوني كل واحد هقول لا انا متعدده الادوار. الدور اللي قدمتيه وندمت عليه؟ ما بعرفش الندم الحقيقه انا، لان انا بفكر قبل ما اعمل اي حاجه. الدور حسيتي ان هو كان اختيارك ليه غلط، مش حسيت ندم، حسيتي ان ما كنتش المفروض اعمله؟ لا ما بص، كل دور بكتب كبير او صغير بحاول اديله طعم شويه، بحاول اديله شيء من رجاء الجداوي. ما بيبقاش انا ما اعرفش الندم، لان انا قادره ان اقول لا. يعني ساعه ما يجيني الدور اقدر اقول لا مش هعمله، فليه اعمله واندم؟ ما دام انت قادره تقول لا على حاجه تعلمي لا، ربنا علمك تقولي لا، مش عايزه لا فلا ده مش هتحسي بالندم. راضية عن مشوارك الفني لغايه دلوقتي مش راضيه قوي، لا مش راضيه قوي. انا لسه حاسه ان لو ربنا يطول عمري شويه يعني الفنان رجاء الجداوي شايفه ان الاعلام كرهت اسمي من كتر ما انت قلتيه رجاء جدا. شايفه ان الاعلام محايد، خصوصا باسم يوسف ولميس الحديدي وخالد بس ما بيجيبوش حاجه من بيتهم. الاعلام بيتكلم عن الاحداث الموجوده بالفعل والتعليق عليها، ما بيجيبوش حاجه من بيتهم ابدا، ما بيختلفوش ابدا. ايه رايك في موقف الاخوان من باسم يوسف والقضيه اللي رفعوها؟ والله انا عايزه اقول لك حاجه، انا لو واحد في الشارع عمل لي حاجه من حقي اعمل قضيه، ومن حق الطرف الاخر ان هو يعترض، من حق الاخوان ترفع قضيه، ومن حق باسم يقول لا، من حق كل الناس تعمل اللي هي عايزاه، وابعدين عن السياسه وابعدين عن الاخوان الحقيقه يعني معلش. اسم المسلسل اسمه نظرية الجوافة. ايه اللي حضرتك شايفها هتضيف الدور بتاعك؟ انا دولة ست كبيرة على المعاش، ولادها كبروا واتجوزوا وانشغلوا عنها، ما بقوش يزوروها. اصل البيت بعيد يا مامي، احنا في التجمع الخامس، اصل يا مامي الشغل واخدنا، وهي عارفة ان هي بتقول انا ربيت ولادي كويس وعملت احسن استثمار ان ربيتهم كويس، وكان لازم العائد بتاع الاستثمار ده ان وانا كبيره زي ما حضنتهم وهم صغيرين يجوا الوقت يحضنوني وانا كبيره، ولكن للاسف الدنيا بتاخد بالاولاد، والاهل الكبار في السن بيحسوا بالوحده. ده شيء يعني مؤلم جدا جدا. ولكن صبت كل الحب اللي جواها على جارتها اللي هي إلهام، يا دكتورة هالة، أخذت على عاتقها إنها لازم هتجوزها، يعني هتجوزها. في كوميدي وفي شجن شوية من ناحية ولادها، ففي توازن حدود. يعني هي ساعات تبقى ست بتتكلم وتحس الدم، وساعات تبقى تخش جوه نفسها وتفكر في ولادها وتبقى عاملين وتبقى حزينة شوية. ايه علاقة اسم المسلسل بالمسلسل؟
جواب. هي أصل إلهام دكتور نفسية، وفتحي عبد الوهاب دكتور نفسي، وناهد السباعي دكتور نفسية برضه، وثلاث ارباع الدكاتره النفسيين ملمسين شويه يعني من كتر العشره، من 10 ل 40 يوم يعني. في كوميديا حلوه قوي 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 في المسلسل. عندنا نجوم كبار قوي، معانا شرف، معانا استاذ احمد بدير، معانا الاستاذ محمد بيجي، معانا ناس هيجوا يعملوا مشهد مدام نهال عنبر. عندنا نجوم كبار هيجوا اكراما لالهام، لان الهام ده انتاجها. الناس جايين بحب جدا جدا، وعشان الناس تعرف ان الاسره الفنيه بخير. احنا ناس حلوين قوي قوي، احنا ناس محترمين جدا، ورغم كل ما يشاع من الطرف الاخر احنا اسره حلوه قوي متضامنين في صراع وضراء. لينا اسر، احنا زوجات محترمات، احنا امهات فاضلات، احنا ربات اسر، وبنقول بيوت كتيره قوي قوي مسنوده هنا. لو عملنا كده الاسر يا ريت الناس تعرف ان الفنان ده ما يتحكمش عليه بالاخبار اللي هو بيعملها على الشاشه. استاذ محمود المليجي كان طفل جميل بعيد عن الشاشه، لكنه تجسد في دور الشعر. استاذ فريد شوقي الله يرحمه كان وحش الشاشه، ولكن كان طفل في الحياه. فالمساله ان الناس الفنانين لا يحكم عليهم بالادوار اللي بيعملوها. بقول للناس يعني كل الناس الفنانين والفنانات الفن بشكل عام. ايه رايك في التصنيف؟ ليه؟ ايه رايك في تصنيف الممثلين؟ ومع تصنيفك كممثله كوميديه ولا لا؟ انا مش ممثله كوميديه بس، لا انا تراجيديانه من الدرجه الاولى. وكلمه تراجيديانه على فكره يعني ممثله، مش يعني تراجيديانه بعيط، لكن انا بعيط، انا بضحك، انا بعيط الناس، انا بضحك الناس. انا ممثله جيده الحمد لله. انا في الحياه ممثله فاشله جدا جدا، ما اعرفش اخبي مشاعري، ولكن على الشاشه انا يقال ان انا الحمد لله. حضرتك فنانه عالميه، لو اتعرض عليكي كلمه عالميه واسعه عليا قوي. لا بس دي حقيقه. لو اتعرض عليكي فيلم اجنبي، ايه الدور اللي ممكن تحبي تمثليه ومع مين؟ يعني انا عايزه اقول لك حاجه، يعني هيعرضوا عليا فيلم عالمي دلوقتي في المرحله دي هيبقوا غلطانين. لا طبعا هيبقوا غلطانين يعني هياخدوا بومبا. بصي يا حبيبتي، بصي انا خليني في بلدي والمع وابسط ناسي وامشي في الشارع الاقي انسان مكتئب، اول ما يلمحني وشه ينور يقول لي اهلا ازيك يا مدام رجاء، ساعتها بحس باسعاف، بحس ان انا نسيت الراجل ده همه لمده ثواني. احساس عظيم. اروح بقى في العالميه ويدوني جملتين اقولهم يس I'm coming no I'm not here. طب خليني هنا محترمه وحلوه قوي، انا هنا حلوه قوي قوي، خليني في وسط الناس. رغم ان مشوارك الفني الحافل، ايه الدور اللي حاسه ان انت لسه ما قدمتوش لحد دلوقتي؟ بصي وانا صغيره كنت بحلم اعمل دور نفيسه في البدايه والنهايه. دور الرائعه سناء جميل، وما زال هذا الحلم يراود. البنت الدميمه العانس اللي باعت نفسها عشان اخوها، ولما اخوها عرف انتحر وفرق منه. الدور ده انا من الادوار اللي بحبها قوي، ولكن طبعا صعب انه يتعمل النهارده لانه كان بيمس الشرطه وبيمس ايه لفتره معينه في البدايه والنهايه. ولكن من الحاجات اللي انا بحلم بيها لانها فنانه عبقريه لم ولن يموت الزمن بحد زيها. كنت بحلم اعمل مثل، كنت بحب قوي انا وما زلت بحبها سهير البابلي، بعشق سهير البابلي. ولان انا بحط الناس اللي بصنفهم دول لان احنا الثلاثه كان فينا حته ارستقراطيه، سناء جميل، سهير البابلي، وفيا، وعشان كده احنا ما كناش بديتات، احنا كنا كاركترز يعني.
شعر كده مش بربش ومش لا، احنا شخصيات فينا حدة الآباء، انتمينا لطبقة معينة ما لأن البدات لازم تكون منتمية لكل القاعدة العريضة اللي في الكوخ واللي في البيت واللي في القصر. أنا انتميت لبتوع القصر بس مش قصر عيني، يعني القصر سهير البابلي برضه خفة دمها وعبقريتها عن مصر، عبقريتها يعني حورية وسكينة. أنا عشقت دور سهير البابلي وما زلت بعشقها. سهير البابلي البكيزة وزغلول إيه وبتعلم، بقول لك في ناس كده يبقوا علامات ومهما راح الزمن ما تلاقيش حد مال الفرج. انت ايه من مسلسل كاريوكي خاصة بعلاقتك مع الفنانين اللي كانوا في المسلسل؟ لا القضية إن أنا لم أسأل، لم يؤخذ رأيي في المسلسل. خالتي وأمي اللي ربتني، اللي قعدت في حضنها 14 سنة، لم يؤخذ رأيي وكأن ضحكة لوكا ما تعرفنيش. فأنا الموقف وفاء عامل ممثلة مجتهدة والست كانت حابة أنا الذنب ما أثرش على علاقتك معاه؟ لا وليه اخد موقف في وفاء؟ ليه؟ اخد موقف في المنتج اللي والكاتب اللي ما جاش قال لي تعالي اقعدي معانا. لا ممكن يكون كممثل زعل ان حضرتك اعترضتي او ان انت سألتي او لا. اولاد اخواتك لما رفعوا قضايا ما لا معلش، ولاد اخواتي رفعوا قضايا لحقهم وانا ما كنتش طرف في الموضوع. انا كل اللي كنت طالباه اني اقرا السيناريو. ازاي ما زعلش حد منك؟ بس انا ورفضت اشتغل بقى في المسلسل. يعني لما جم قالوا لي انهم عاملين دور رجاء الجداوي، هم عملوه وانا صغيره في الاخر، لان انا كنت المرافقه لخالتي طول الفتره. اتفاجئت بقى، قلت لهم ما اقدرش اشتغل، لان لو اشتغلت معاكم هبقى انا خدت الرشوه منكم، عشان يعني اشتغلت وقابلت دور يبقى انا افسدت قضيه ولاد اخويا كويس، فما اشتغلتش. اتفاجئت طبعا انه في المستشفى خالتي طبعا شالوني، حتى ما قالوش مثلا ايه الرجاء كانت هنا ومشيت، لا، وكأن انا لم اكن موجوده اطلاقا بجانب خالتي. هو ده الجزء اللي زعلني، ان في ناس، خصوصا في ناس كلهم عارفين ان انا لم اتحرك من المستشفى 28 يوم الاخير بالذات. عايزه اقول لك حاجه، انا ما اطلاقا مع وفاء ابدا، ولكن خدت موقف من المنتج ومن المؤلف، وقلت للمؤلف، قلت له على فكره انت الخسران، لانك لو كنت قعدت معايا او قعدت مع اختي كنت اخدت المشاعر الخاصه قوي بتاعت خالتي اللي ما حدش يعرفها الا اللي قعد اللي عاش معاها، وده كان هيخدمك في الناس. عدى المسلسل وعدى. مش عايز اقول لك حاجه، ان السيره الذاتيه لاي حد لم تنجح الا بالسيره الذاتيه للفنانه والمطربه العظيمه ام كلثوم، اما فيما عدا هذا لو طلبوا منك تمثلي الشعب المصري كله بدور، تمثليه كدلالة، بنت عالة، شحاتة، أرستقراطية، أدبية، سياسية. قلت في الاول دلالة يعني ايه؟ معنى ايه الدلالة؟ الدلالة ديت بمعنى موجودة حاليا في الشعب المصري، اللي هم بيشتروا حاجات بيحاولوا يسوقوها على مهنة التسويق اللي هي حاليا موجودة للشباب كلهم. إذا كنت همثل مصر أرفض أي حاجة فيها بيع وشراء، لأن اللي عايزة أقول إن مصر لا تباع. كنت همثل مصر بقى، مصر لا، هتمثلي الشعب المصري كله، همثل مصر بشعبها. مصر لا تباع أبدا أبدا، ولا بالقطعة ولا بالجملة ولا بسلوك معرفش إيه. مصر أكبر من كده بكثير. لو مثلت الشعب المصري النهارده هقول للشعب المصري، انا النهارده وانا جاي في ميدان الجيزه
كنت هعيط. شفت ميدان الجيزة استغربت من اللي حاصل مننا في بلدنا. استغربت إن أشوف الفوضى اللي حصلت. المصريين احنا طول عمرنا حلوين وبنحب النظافة وبنحب النظام. ايه اللي حصل لكم؟ ايه اللي حصل لكم يا شعب؟ ليه بقى كده؟ ليه النهارده بحط بضاعتي في أي حتة؟ المرور مطلق، الكل بيعمل اللي هو عايزه، مفيش أوامر من فضلكم يا ريت تحسوا وترجعوا تاني تلتزموا كل القوانين اللي ترجع مصر بس عادي. محدش يطلع فيها ولا حد يفكر أبدا باللي هيشتغل. لو أصبحت منتجة ايه الأفلام اللي ممكن تقدميها عشان؟ عايز أفلام دلوقتي أرجع السلوكيات الجيدة للأسرة المصرية. عايز أرجع تاني كلمة عن إذنك المفضل ومسامحة ويا ريت أنا آسف. كلمة أنا آسف كلمة بتكبر الإنسان بيقولها مش بتذله، بالعكس كل ما كان هو معترف إن هو أخطأ وقال أنا آسف كل ما غضب الطرف الآخر هيقع. لو أنت ماشية في الشارع وغلطت في حق عربية تانية وعملت إيدك كده اللي قدامك هيقول لك خلاص. لكن المسألة رجع السلوكيات. مدام رجاء، لو ضمن الجهة الرقابية شايفة إن كان في أفلام المفروض تتمنع من العرض؟ في أفلام، في أغاني، في حاجات كتير ولكن اتعرضت وجابت إيرادات عالية جدا. بصي ساعات لو عندك محل وقلت يا ساتر الفستان ده بالذات عمره ما هيتباع، ده أوحش فستان عندي في المحل، فجأة يدخل زبون يقول لك فستان ده أنا عايز ده. عارفة ليه؟ لو الأسواق كلها زي بعضها لبارت السلع. لا، السوق يحتمل الفيلم ده والفيلم ده والفيلم ده والأغنية دي والأغنية دي، ده بيرضي حد وده بيرضي حد المسألة. لكن لو رفعنا السلوكيات زي ما قلت لك الشعب نفسه هو اللي هيختار، هو اللي ممكن يقاطع أو ممكن يحكم. فنانة رجاء، ايه رأيك في المسلسلات التركي؟ أثرت في الدراما العربية المصرية؟ مفيش حاجة تأثر مفيش حاجة تأثر. قلتولي قبل كده الدراما السورية سحبت السجادة من الدراما المصرية. لا، ما سحبتهاش. السجادة بتاعتنا واقفين عليها خطاف، واقفين عليها تقال قوي 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 قوي، صعب انك انت تشد السجادة من تحت رجليك. لا، لو مصريين حلوين قوي. شايفة ان هي احنا الدراما يا حبيبتي، احنا الدراما المصرية هي اللي علمت الشعوب اللي حوالينا كلها الدراما. ولكن الدراما التركية الخارج بتاعها حلو قوي، مناظر خارجية حلوة قوي قوي، الديكور، العلاقات البشرية طبعا في تطويل، في نفس طويل، وفي الحلقة مش عارفة 500 والحلقة 400، والناس لأنها اليومين دول بحالة إحباط نفسي قاعدين على الكنبة وقاعدين بقى يعملوا اسمه إيه، مهند راح عودة مهند، أهلا وسهلا، رجع مهند صور. يعني أنا عايزة على عيني وراسي مهند والمسلسل، ما احنا عملنا أفلام رائعة رائعة. احنا بنطبل دايما كل ما هو أجنبي، دي سمة عندنا احنا كده. في دكتور لا روح أجنبي، لا معلكش بقى مش عارف كده عند أصل الثورة احنا نعمل، ولكن احنا عاملين روائع روائع، وعندنا 200 مهندس، عندنا 200 مهندس كلهم قمر مهندس. ما قلناش عودة الزقة، ما قلناش عودة فتحي عبد الوهاب، ما قلناش عودة شيخ منير، عودة عندنا الشباب بقى أحمد عزو، عادل إمام، يحيى الفخراني. انت عندك ممثلين طبعا. ظهرت عند رمضان بيتنا
ان شاء الله لو ربنا طول رمضان فينا وفيك ربنا في القاهرة هنا وفي بيتي يعني ليا طقوس في بيتي. انا بحب رمضان قوي 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 قوي، بحب طقوس رمضان بشكل عام، بحب صوت اذان الشيخ محمد رفعت. ليا طقوس معينه بعملها، اذا ربنا قرب ان شاء الله بطلع في العشر الاوائل، ما بطلعش في النص ولا في الاخر، بطلع في الجمعه وبس. عندك عزومات أساسية في رمضان؟ عندي ايه؟ عزومات أساسية في رمضان؟ عندي أول يوم لازم أجمع ولاد إخواتي يفطروا معانا. تاني يوم عيلة جوز بنتي تيجي، عيلة جوزي على طول معانا. لا، رمضان بيحب اللمة، رمضان بيحب الدفء العائلي. ربنا يحيينا ويحييكم إن شاء الله، ويجعل رمضان سعيد على الأمة